ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ من سنه 2020 وكلنا نفسنا نشتري عربيه زيرو. بس كل شويه نبص نشوف ان اسعار الفايده في البنك عماله تتغير، يعني بدات من 12.5% لغايه لما وصلت ل 27.5% في 2025. ده غير طبعا الارتفاع الرهيب في اسعار العربيات الزيرو نفسها. يعني عربيه زي نيسان صاني كانت بتعمل 197,000، ودلوقتي اول فئه اوتوماتيك بتعمل 700,000 جنيه. والمشكله كمان مش في تمن العربيه، المشكله كمان في القسط بتاع العربيه، ان انت لو فكرت تقسطها بتتحمل سعر فايده عاليه جدا في البنك. بس امبارح البنك المركزي قرر يخفض سعر الفايدة ب 225 نقطة أساس، يعني تقريبا 2.25%، عشان يبقى سعر الكريدور 25.5%. في الفيديو ده هنتكلم عن تأثير الخفض ده على سوق السيارات، ولا السوق هيبقى مستقر ولا الأسعار هتنزل. وفي نفس الوقت هنحسب لو احنا هنجيب عربية زيرو هندفع قسط كام بعد الخفض ده. كل ده وأكتر هنعرفه بعد الفاصل. لو انت بتفكر تروح تجيب عربية زيرو هتاخد بعضك وتروح المعرض وهتتفرج على عربية مثلا زي عربية شعبية بتفكر يبقى ليها قطع غيار في كل حتة، وخصوصا ان انت كان بقالك فترة في غيبوبة ومش عارف التغيرات اللي بتحصل في الأسعار. فهتشوف مثلا عربية زي نيسان صاني، هتلاقي سعرها عامل لأول فئة دلوقتي اوتوماتيك 695,000، وكده كمان يعتبر سعرها نزل. فهتقول مفيش مشكلة، ادفع اللي معايا مقدم وقسط الباقي. فهتلاقي مطلوب منك أقل مقدم في العربية 30%، يعني تقريبا 208,000 جنيه، وهيتبقى عليك مبلغ 487,000. زمان كانت الفايدة تقريبا 7% و6%. دلوقتي لو انت مظبط ورقك جدا والبنوك بتتخانق عليك، يعني انت موظف في مكان متأمن عليك ومرتبك كبير، فهتاخد اقل فايدة دلوقتي ماشية في السوق اللي هي تقريبا من 14 ل 15%. هنقول الفايدة تقريبا 14%. فباقي المبلغ بتاعك اللي هو 487,000 هنحط عليه 14% فايدة، هيبقى المبلغ 828,000 جنيه على 5 سنين. وهتلاقي البنك بيطلب منك قسط على 60 شهر تقريبا 13,800 جنيه. وخلي بالكوا احنا بنتكلم على نيسان صاني العربيات الفئة الاقتصادية، هنعلى كمان شوية ونتكلم على عربيات أعلى من كده بكتير. بس خلينا نرجع لحكاية نيسان صاني. فصاحبنا اللي راح المعرض وفاكر ان هو هيدفع مبلغ 3-4,000 جنيه قسط، هيلاقي مطلوب منه يدفع 13,800 جنيه قسط. ده غير طبعا مبلغ التأمين السنوي اللي هو تقريبا بحدود 2.25%، يعني تقريبا في حدود 18,000 جنيه، ولو في مصاريف إدارية وحاجات زي كده. المهم ده مش موضوعنا. دلوقتي البنك المركزي قرر يخفض سعر الفايدة 2%. التخفيض ده كويس مش وحش، ده بيدل ان السوق المصري عندنا داخل في استقرار، وخصوصا التضخم السنه اللي فاتت سجل 13.5% بس. فهو بيعمل الحركه دي عشان يشجع الاستثمارات تخرج من البنوك وترجع تتضخ تاني في الاسواق. القرار ده طبعا هيبقى ليه تاثير على حاجات كتير، يعني مثلا ممكن نلاقي ان اسعار العربيات زادت شويه، يعني الناس تبدا تاخد الفلوس دي وتبدا تنزل تروح تشتري بيها عربيات، فممكن نشوف عربيات ينزل عليها اوفر برايس. وفي نفس الوقت اسعار العقارات ممكن تبدا تزيد شويه، وبالتالي طب برضه اسعار الذهب. بس في حركه استباقيه البلد عملت ايه؟ طرحت 400,000 وحده سكنيه، عشان خاطر بتقول للناس هتخرجوا فلوسكم من البنك وانا بديكوا في شقه اهي على اقساط بارقام مختلفه باماكن مختلفه، تعالى قدم فيها وحط الفلوس دي في البلد تاني. ودي حركه كويسه بصراحه، والبلد عاملاها عشان ما يحصلش تضخم من خروج الفلوس دي كلها من البنوك وتتضخ في الاسواق مره واحده. تخيل كل الفلوس والمليارات اللي موجوده دي لما ترجع تاني في ايد اصحابها وكلهم بينزلوا يشتروا بيها نفس السلع اللي هي اصلا محدوده وكميتها محدوده، هيحصل ايه في السوق؟ فعشان كده طرحوا موضوع 400,000 وحده سكنيه، مع كمان ان سعر الذهب غالي جدا. فلو انت جريت واشتريت فلوس في الذهب هتتحبس بالفلوس دي في الذهب ومش هتعرف تخرج منه الفتره اللي جايه خالص. فكل ده في مصلحه التضخم. نرجع بقى لصاحبنا اللي راح يشتري نيسان صاني. دلوقتي الاسبوع الجاي لو حب يروح يشتري نيسان صاني ممكن تلاقي الفوائد نزلت بحدود 2%، يعني المبلغ اللي هيتبقى على العربيه مع احتساب الفايده بتاعته 12% هيبقى 779,000 جنيه، فيبقى مطالب يدفع منه قسط تقريبا في حدود 12,950 جنيه. يعني فرق القسط اللي هيدفعه دلوقتي من اللي كان هيدفعه الاسبوع اللي فات 810 جنيه في الشهر. في الخمس سنين اللي هو في 60 شهر هيوفر 48,600 جنيه. لو شفنا فيها اعلى من العربيات اللي موجوده في السوق، انت ما بتحبش الصني وحابب بصيت على الجيلي امجراند وعجبتك، عربيه كويسه موتور 1500 سي سي، التوكيل بتاعها كويس، بيجي بفتيس عادي 6 سرعات وبيديك ضمان 6 سنين او 200,000 كيلو. اكيد هتفكر فيها اول ما تشوفها واقفه في المعرض قدامك. العربيه دي سعرها 850,000، المقدم بتاعها 255,000 جنيه اللي هو 30%، باقي المبلغ بتاعك هيبقى 595,000. المبلغ ده بعد حساب فايدة 14% على 5 سنين هيبقى 1,115,000. ما تتخضش، الفايدة عالية شوية، فبدل ما تدفع 595,000 باقي هتخش في فئة المليون. والقسط بتاعك من اسبوع واحد بس كان هيبقى 16,858. دلوقتي بعد خفض الفايدة، ولو قلنا ان الفايدة بتاعت العربيات هتنزل ل 12%، اجمالي المبلغ المتبقي عليك هيبقى 952,000. يعني القسط بتاعك هينزل هيبقى 15,866 جنيه، يعني فرق القسط ده من ده تقريبا في حدود 1000 جنيه، يعني هتوفر في الخمس سنين 60,000 جنيه. اما انت بقى لو واحد على قديم وبتحب الاعتماديه فهتروح تشوف الكورولا، هتلاقي الكورولا واقفه قدامك ب1,300,000.
هتقول مفيش مشكله، الموظف هيطلب منك 390,000 جنيه مقدم، بقيه المبلغ اللي هيتبقى على العربيه 910,000. من اسبوع واحد بس المبلغ ده مع فايده 14% هيبقى في حدود 1,547,000. كنت هتدفع لك قسط في حدود 25,780 جنيه. دلوقتي المبلغ ده هينزل هيبقى 1,456,000، يعني القسط بتاعك هيبقى 24,266، يعني تقريبا الفرق القسطين من بعض 1,500 جنيه، يعني هتوفر في الخمس سنين 91,000 جنيه. اما لو انت بتحب العربيات العاليه اللي هي توسان اللي هي سعرها دلوقتي الاول فئه 1,790,000، هيبقى مطالب منك تدفع مقدم 537,000 وهيتبقى عليك 1,253,000. من اسبوع واحد بس المبلغ بعد الفايده هيبقى كبير شويه، تقريبا 2,130,000، وقسطك كان هيبقى 35,500. دلوقتي بعد نزول الفايده 2% المبلغ برضه هيفضل كبير، 2 مليون، وهتدفع لك قسط في حدود 33,400. هتوفر 2,100 جنيه، يعني في الخمس سنين هتوفر لك 126,000، وده رقم كويس ممكن تحطه في الصيانات. اما بقى لو انت بتدور على حاجه برستيج فهتروح للتيجوان، عربيه معروفه ومتجربه وناس كتيره بتحبها، بنتكلم في 2,650,000، المقدم بتاعها 795,000. باقي المبلغ اللي على العربيه لو حطينا عليه فايده ال 14% من اسبوع هيعمل في حدود 3,153,000، يعني هتدفع لك قسط في الشهر في حدود 52,500. دلوقتي الرقم ده هينزل معانا ل 2,968,000، والقسط بتاعك هينزل 49,500، يعني هتوفر لك 3,000 جنيه قسط كل شهر. في الخمس سنين هيعملوا معاك 180,000 جنيه، يعني فرق الاقساط تقريبا في الخمس سنين هيبقى في حدود 7% نزول بين القسط اللي المفروض تدفعه واللي تدفعه كمان فتره لما بقيه المعارض وبقيه البنوك يبداوا يعدلوا انظمه التقسيط بتاعتها. خلي بالكم يا جماعه، انا بحسب على فايده 14%، الفايده دي ما بياخدهاش غير اللي ورقه بيبقى مظبوط والبنك يبقى مطمن وواثق ان هو يقدر يدفع، ومعدل الخطوره منه بيبقى قليل. في فوائد تانية اعلى من كده، في 16 و17 و20% كمان. طيب انا دلوقتي اشتري العربيه دلوقتي ولا استنى شويه يحصل تخفيض في الفايده اكتر من كده؟ بص يا صديقي، موضوع تخفيض الفايده الفتره اللي جايه مش هينزل كل مره 2% و3%، لا، البنك المركزي ممكن يعمل حاجه اسمها تثبيت الفايده ويختبر السوق، ففي خلال السنه اللي جايه دي كلها ممكن الفايده تنزل كمان في حدود 1 أو 1.5% بالكتير. وفي مؤشرات ان الدولار ممكن يرفع في البنك شويه، فالفرق اللي هتاخده من تنزيل سعر الفايده تمن العربيه بيه هيغلى في التوكيل. فلو انت بتفكر تشتري عربيه زيرو دلوقتي مع نزول سعر الفايده والعروض اللي هتشوفها الفتره اللي جايه، انا شايف ان دي فتره مناسبه مش وحشه، وخصوصا ان شفنا فئات دلوقتي جديده مع عربيات زي الصاني الجديده والفيات التي والمانوال، ممكن لو انتوا اسره ممكن تقدروا تحملوا القسط بتاعها، او لو هتجيبها طبعا تشتغل عليها. فالفتره الجايه السوق كده كده داخل الاستقرار، والفايده اللي في البنوك هنشوفها هتنزل اكتر من كده. بس نصيحتي ليكوا بلاش تجروا على موضوع الاوفر برايس، عشان هيحصل هجوم مره واحده على المعارض، والمعارض هتستغل الموضوع ده وهتبدا ترفع في اوفر برايس على العربيات بتاعتها، عشان مع خروج الفلوس من البنوك الناس تبدا تدور على بدائل تانية، واللي كان حاطط الفلوس في البنك عشان تكبر شويه يروح يجيب بيها عربيه هيبدا يدور على عربيه. ففي اول شهر كده ممكن نشوف اوفر برايس بسيط بدا يتحرك في شويه عربيات، يعني الوكلاء واصحاب المعارض هيبداوا يجسوا السوق. بس مع ارتفاع اسعار العربيات اللي اصلا غاليه وطروحات ال 400,000 شقه اللي موجوده اللي هتسحب جزء كبير من السيوله، اعتقد ان الاوفر برايس ده هيبدا يختفي تاني سنه سنه. فدلوقتي لو انت فلوسك في البنك ولسه خارجه من البنك وحابب تجيب عربيه زيرو، اتكل على الله، احجز عربيه مع توكيل وشوف بنك كويس يقسط لك بفايده كويسه، وخصوصا لو الفايده نزلها لك ل 12% او 13%، واتكل على الله قسط مفيش مشكله. وكمان لو انت بتدور على عربيات في الفئه العاليه فوق 2 مليون، في دلوقتي توكيلات كتير بتعمل عروض 50% مقدم و50% قسط على سنه من غير فوائد، ودي برضه هتبقى حاجه كويسه مش وحشه. وبس ده كان كل حاجه النهارده، يا ريت تشاركونا بارائكم وتقول لنا ايه رايكم في موضوع خفض الفايده ده هيأثر ازاي على سوق السيارات الفتره اللي جايه. ولو انت بتفكر تشتري عربيه تشتريها دلوقتي ولا تستنى شويه، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتبص على الفيديوهات اللي فاتت، واشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.